بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الاستثنائي. استثنائي لأنه ما حدث في دولة الاحتلال الإسرائيلي وفي مدينتين على الأقل، في ديمونة وعراد. هذا ما حصل في ليلة أمس، يعني كان شيء غير متصور أو غير متوقع على الإطلاق. صاروخان فقط، صاروخان فرد صوت وبرؤوس انشطارية عنقودية. واحد ضرب ديمونة اللي فيها المفاعل النووي الإسرائيلي، والتي من المفترض أن تكون أكثر المدن الإسرائيلية أمانا وحماية. والثاني ضرب مدينة عراد المجاورة لها في النقب الفلسطيني المحتل. صاروخين فقط فعلا يعني، والدمار هائل جدا، القتلى والجرحى بالمئات. وبعدين هناك جرحى إسرائيليين وقتلى ما زالوا تحت الأنفاق. يعني هذا بذكرنا باللي عملوه الإسرائيليين في حرب الإبادة في قطاع غزة. أبدا ارتد الأمر عليهم. هذه هي الحقيقة. احنا بنقل من هنا عن يعني شهود العيان الإسرائيليين، هم اللي قالوا المستشفيات امتلأت بالجرحى وبالموتى، والدمار شامل بكل معنى الكلمة. ليش إسرائيل فوجئوا بالصاروخين؟ لأنه الإيرانيون دهات. الإيرانيون خدعوا الإسرائيليين، خدعوا نتنياهو وخدعوا بن غفير وخدعوا سموتريتش. وين راحوا هذولا؟ هربوا تحت الأرض. هذول اللي كانوا نافشين ريشهم انتهوا كليا. اللي حصل انه الإيرانيين استخدموا أسلحة قديمة، صواريخ قديمة، وأعطوا الإسرائيليين انطباع بأنهم هم يعني هذا اللي عندهم من الصواريخ، وانه هذه الصواريخ ما بتتجدد. فاجاك الموت يا تارك الصلاة. هاي بدأت الآن الصواريخ الحديثة المتطورة الانشطارية. رأس الصاروخ الواحد أكثر من طن. تتخيلوا هذا لما يقع في عمارات كاملة جرى تدميرها من خلال هذه الصواريخ. الإسرائيليون الآن في حالة هلع ورعب، سكروا المدارس كلها. يعني حزب الله يقصف الشمال الإسرائيلي بصواريخ يعني متطورة ودقيقة جدا، وإيران تقصف الوسط الإسرائيلي والتل أبيب وحيفا وعكا، والآن النقب في الجنوب بصواريخ حديثة جدا متطورة جدا. شهر من اللي هو كمان فتاح وخيبر 4، هذه صواريخ جديدة يعني نسخ محدثة منها. الإسرائيليون كانوا يقولوا والله احنا دمرنا الصناعات الصاروخية الإيرانية وأجهزنا عليها بالكامل. بيطلع كمان ترامب الببغاء هذا بيقول لك إيران دمرت بالكامل قبل بس 3 أيام أو 4 أيام، إنه احنا دمرنا كل الأسلحة الإيرانية وأصبحت إيران مكشوفة. طب هاي هو الرد. لا وبعدين يعني هذا ترامب يعني يوجه انذارا للإيرانيين: إذا ما فتحتم مضيق هرمز في خلال 48 ساعة سندمر اللي هي قطاع الطاقة، وسندمر محطات التحلية، وسندمر محطات الكهرباء. طب انت كم مرة هددت؟ وين تهديداتك؟ وهاي المرة يعني لن تمر هذه التهديدات بدون رد. إيران طورت عقيدتها الدفاعية أو من الدفاع إلى الهجوم. الآن مرحلة الهجوم بالدرجة الأولى. الهجوم مش بس على دولة الاحتلال الإسرائيلي، كمان على أمريكا، والمزيد على القواعد الأمريكية في المنطقة. القواعد الأمريكية في المنطقة وخاصة في الخليج دمرت بالكامل، لأنه تيجي بريطانيا ضغطت أمريكا وضغطت إسرائيل على بريطانيا للسماح لأمريكا باستخدام القواعد البريطانية في قبرص. ليش بدهم القواعد البريطانية في قبرص؟ لأنه القواعد في منطقة الخليج في الساحل الغربي للخليج
القواعد الأمريكية جرى تدميرها بالكامل. هذه هي الحقيقة، بس بيحكوش كل شيء، بخبوه. فالآن هي مرحلة الهجوم. هذه الرد الإيراني على ترامب جاء صاعقا. انت بتهددنا، بتعطينا 48 ساعة، طيب احنا حنشوف مين اللي حيصرخ في معركة عض الأصابع الصاروخية هاي. احنا حنرد بتدمير كل اللي هي محطات التحلية في الخليج، وهذا يعني موات منطقة الخليج كلها، لأنه 90% من الماء لمنطقة الخليج يأتي من اللي هو محطات التحلية. وسندمر الكهرباء. هذا الإيرانيين اللي هو اللواء علي عبد الله قائد مقر يعني خاتم الأنبياء، يعني بيقول بالحرف الواحد إنه إحنا سندمر محطات التحلية، سندمر محطات المياه، سندمر ما تبقى من القواعد، وسندمر كل البنى التحتية الإسرائيلية وأيضا البريطانية والأمريكية في المنطقة. هذا التهديدات. انتوا يعني المشكلة انهم بيعتقدوا انه كل المسلمين زي القادة العرب، تشابهت عليهم البقر. لا، ايران مش زي العرب للأسف. القادة العربيين العرب اللي هذول يعني يركعوا ليقبلوا حذاء ترامب مش موجودين في المنطقة. كمان الإيرانيون فاجأوا الإسرائيليين مثل ما قلت بهذه الصواريخ وهذا التخطيط وهذه الخطط العسكرية الهجومية الجديدة. اليوم أسقطوا الإيرانيون طائرة شبح الثانية اللي هي F-35 أو 35. هذه الطائرة ثاني طائرة تسقط، أسقطوها اليوم. هذا يعني أنه عند الإيرانيين أسلحة متطورة جدا. هذه الطائرة هي الأحدث وهي الأقوى وهي الأكثر تقدما في الترسانة العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، يعني لا ترصدها الرادارات على الإطلاق، وقادرة على ضرب من تشاء وبإصابات دقيقة جدا. أسقطوها، وهذه مرعبة الإسرائيليين ومرعبة الأمريكيين، لأنه كانوا يعتقدوا أنها طائرة معصية أو معصومة من الهبوط. لا، والسقوط سقطت وتهدلت في الأرض. أنا أقول لكم يعني حقيقة الأيام الجاية هذه بداية. أول الرقص حنجلة، هذه البداية لسه صاروخين وعملوا كل اللي عملوه هذا، وعملوا الانهيار كله. فالمسألة الأيام الجاية خطيرة جدا. نتنياهو اللي كان بيهدد بإقامة إسرائيل الكبرى، اللي بيهدد إنه إحنا سنغير منطقة الشرق الأوسط وسنحكمها، الآن يستجدي الأوروبيون من اللي هي غرفة الاختباء بتاعته 8 أدوار تحت الأرض، غرفة العمليات، يتوسل للبريطانيين والفرنسيين والإيطاليين وكل الأوروبيين، يقول لهم دخيل الله انضموا لأمريكا في هذه الحرب. احنا نواجه تصفية وجودية، فعليكم أن تتحركوا. ولا حدا معبره ولا حدا رادد عليه على الإطلاق. في إيران قيادات جديدة، في إيران منهج جديد، في إيران مواجهة التحدي بالتحدي، في إيران يعني رغبة وتخطيط وقدرة على حرب كربلائية بكل معنى الكلمة، يعني يا انتصار يا شهادة، ما في خيار آخر بين الاثنين. وأنا تقديري يعني هذا الأمر بدأ ينعكس في المنطقة بأسرها. انتوا تشوفوا وجوه الناس والله بعد هذه الليلة اللي منيت فيها إسرائيل بهزيمة كبرى في ديمونة وفي عراد، يعني الناس وجوهها نورت، وجوه الناس، لأنه كانوا محبطين، كانوا يأسين. الآن تتغير الصورة، والآن يعني نحن على أبواب تطورات خطيرة جدا. ونتنياهو انتهى، دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفض أنفاسها الأخيرة. الآن هناك قوة إسلامية، هذه القوة إسلامية عقائدية، ومستعدة هذه القوة للقتال حتى الشهادة. هذه هي، وسيدفع ثمنا غاليا كل الذين عادها الأمة، كل الذين تآمروا على هذه الأمة، كل الذين اغتالوا يعني صفوة الشهداء في هذه الأمة، خاصة في إيران، سيدفعوا ثمنا باهظا جدا جدا جدا.
والأيام بيننا، والأيام بيننا. وإلى اللقاء في الفيديو القادم. لا أعرف، يمكن بكرة، يمكن بعد بكرة. الأمور تتطور، كل ما تطورت نحن لها. نحن هنا لكي نخاطبكم بالحقائق وليس بالأكاذيب أو بالتغطية. لا، سنكون إحنا أوفياء للحقائق، وبإذن الله الحقائق ستكون كثيرة، وبإذن الله المرحلة القادمة فيها مفاجآت غير مسبوقة. شكرا وإلى اللقاء.